السلام عليكم، مساكم الله خير. اليوم بقول لكم قصة الشاعر السوداني إدريس جماع، قصة جميلة جدا. الشاعر السوداني إدريس جماع أصيب بالذهول العقلي، الذهول العقلي هو ذهاب العقل شوي شوي. المهم أن قرروا أهلا يعالجونه بلندن هني، فقال لهم قصيدته المعروفة: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. وعرف عن هذا الشاعر إن قلبه أخضر، يحب له كل واحدة مزيونة. المهم إنه شاف واحدة مع زوجها وقاعد يطالعها، عصب زوجها وجاه. يوم جاه بيتهاوش وياه، إيش قال إدريس؟ قال قصيدته هذه: أعلى الجمال تغار منا، ماذا علينا إذا نظرنا، هي نظرة تنسي الوقار وتسعد الروح المعنى، دنياي أنت وفرحتي ومنى الفؤاد إذا تمنى، أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. الله يا زول. سمع هالأبيات الأديب الكبير عباس محمود العقاد. قال منو قال هذه الأبيات؟ قالها شاعر سوداني مجنون حاليا بالمستشفى. قال لي ما يقولها إلا مجنون. المهم وصل إدريس جماع لندن وقعد يعالج بالمستشفى، وهو بالمستشفى كان في ممرضة أعجب هو بعيونها، فكان يطيل النظر فيها. المهم قالت الممرضة حق مديرة المستشفى، قالت لا خلاص البس النظارة ولا رحتي له، لا تدشين عليه الا بنظارة. قالت اوكي. المهم دشت عليه وهي لابسة نظارة، فطالعها وقال: أبلغ بيت شعري غزلي في العصر الحديث: السيف في غمده لا تخشى بواتره، وسيف عينيك في الحالين بتار. الله يا إدريس الله. الشاعر الجميل إدريس جماع نموذج رائع عن الشعب السوداني الشقيق اللي ما قصر معانا من أساتذة ومن دكاترة علمونا قبل ودرسونا بالمدارس وبالجامعات. الشعب السوداني له فضل كبير علينا بالخليج، وكل من يسيء بحقهم لا يعنينا بتاتا، بل يعني نفسه. حنا نحبهم ونقدرهم وهم اخواننا بالإسلام وبالعروبة، قبل لا يقسمنا تقسيمات سايكس بيك وربعه. اسمحوا لنا على الإطالة ونشوفكم على خير.